معجزة زيارة الأربعين، هذه المعجزة اللي خلتني في حيرة. أنا محتار وكم مرة بيني وبين نفسي أتساءل أقول يا الله شنو اللي خلى الناس اللي في العراق، طول العراق، شمال العراق، شرق العراق، جنوب العراق، الكل في لهثة، في اشتياق، في تعطش لشنو؟ لماذا؟ يجمع الأموال، يجمع قوت يومه، يجمع تعبه وقواه في سبيل خدمة زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وينطر يوم ال40 نطرة. أقول وين أكو كذي في العالم؟ يعني في كل العالم وين اللي همه وغمه وتفكيره وكل إحساسه ومشاعره في سبيل جمع الأموال؟ لمن؟ للناس، للزوار. العالم كله مختلف، العالم كله لو وين تروح، شمال الكرة الأرضية، شرقها، غربها، جنوبها، ما حد يفكر هذا التفكير أصلا. كل واحد مشغول في جمع الأموال لنفسه، لأهله، لبيته، إلا في العراق سبحان الله استثناء. هذا هو التقدم عندي أنا في قاموسي، هذا هو التقدم. التقدم مو في المباني الإسمنتية، خو مبنى إسمنتي هذا يصعد يرتفع آخر شيء ينزل يطيح. التقدم مو في إني أنا أسوي سيارة ومحركات والتكنولوجيا، هذا كله راح يروح. هذا الآيفون حاليا قام أصور فيه هذا حاليا 4-5 سنوات يروح مع السلامة، انتهى الموضوع. التقدم بشنو؟ بالقلب، بالمشاعر، بالإحساس، بالإنسانية، بالعواطف، بالتراحم. لذلك الإمام الباقر سلام الله عليه شو يقول؟ يقول الله عز وجل يا أحبائي ارجعوا وانظروا إلى من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة. شوفوا هذول اللي أطعموكم لحب فاطمة منو؟ هذا الأطعام اللي قام يصير في طول خط العراق. انظروا من أطعمكم لحب فاطمة. بعد انظروا من كساكم لحب فاطمة، كسو المؤمنين. الناس وين تنام؟ بمواكب وبيوت هؤلاء اللي جمعوا أموالهم وحياتهم لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله. والله شيء غريب، والله شيء تقشعر من الأبدان. بعد الإمام الباقر شو يقول؟ يقول انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة لحب فاطمة، خذوا بيده وأدخلوه الجنة. التقدم إلى الجنة هو التقدم، هو التطور، هو التألق. هنيئا لكم.